لله حق حمده، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبيه ورسوله وعبده، وعلى آله وصحابته وحزبه وأهل وده. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، متوسلين إليك بكتابك الكريم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وفي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو الخلق العظيم القلب الرحيم. اجعل يا رب هذين العقدين عقدين مباركين، ونكاحين صالحين، وزفافين ناجحين. يا رب اجمع ما بينه بخير، يا رب ما بين انفسهم وما بين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وامنا خديجه. يا رب عمر عليهم الجارين، والأمة يوجد حصول المقاصد والآمان. يا رب اجعل يا رب ذرية تجري من بينهم على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب وسع لهم الأرزاق، وحسن لهم الأخلاق، وطيب منهم العاشرة، واحفظهم من مجيب الافتراق، وجب لهم الوصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله اللهم لآبائهم ولأمهاتهم خيرهم وخير خيرهم، فإنك ذلك القادر عليه. يا رب تقبلها الطعام المطعم من سيد الحاج عبد القادر ومن بني عمي. يا رب عظيم الثواب للطعام، الحفاظ على هذه الابنين وعلى زوجاتهما وعلى الحاج عبد القادر وعلى اولاده جميعا وعلى اخوانه وعلى اقربائه جميعا. يا رب اريهم خيرا بقيا من اولادهم ذكروا واناثا. يا رب الصل عليك وسم له النبي المختار، وصلك اللهم لهذه البلاد ارحموا يا رب، بارك في سكانها جميعا بالحاضر الغائب لهم يا ارحم الراحمين. والله يرزق بمسالك عبادك الصالحين. يا رب ارزقهم المحبه جاء التحابب فيما بينهم والتراحم والتعاطف والتواصل. يا رب اجعلهم جميعا يتواصلون فيما بينهم ويتراحمون ويتعاطفون. يا رب افقهم الخير واعينهم عليه. يا رب اصلح شأنهم وجمل مآلهم ووحد كلمتهم واحفظهم وارعهم وابلغهم مناهم واكفي لهم على العبد من الحلال أموالهم وابلغهم مقاصدهم وآمالهم واحفظهم من كل باس وقم خير يا سيد الناس. ادعي بهذه البلد محفوظة ملحوظة سلحة الطاهر إمام المسجد الشيخ البلاد. يا رب اشعياء بكنا وفي الأيام. يا رب يا رب سبت على اليقين والدين، رب عليه وعلى يديه. يا رب ارزقه علم ما لم يعلم وذكره ما نسي. يا رب اهدي به الصغير والكبير والذكر والانثى والحيوان والجماد. محمد صلى الله سيد العباد. يا رب ابقي فيه السر الى قيامه الى لقائك يا ارحم الراحمين. بارك لنا في اولاده جميعا وفي بني عمه وقربائه جميعا. ائمه المسجد مع السلحه الطاهر يا رب بارك ائمه المسجد جميعا من معلم القرآن ومن قيمين من أئمة. يا رب بارك فيهم. يا رب علمهم ما لم يعلموا من أمور الدين والإسلام. يا رب أني بهم من برزين بهم المحراب. يا رب حسب الشكك والعشياب. يا رب حميهم من الزوامات فيهم من الأنصاب يا رسول الله والآل والأصحاب. اللهم يا رب علم ولد المسلمين بإرشادهم وتعليمهم. يا رب نقذهم الناس من الوحلات واخرجهم بهم من ظلمات الجهالات إلى نور التوفيق والهدايات. النبي صلى الله عليه وسلم أصبر رب أعطي لهؤلاء الزائرين مقاصدهم وأعطي
الذين جاءوا ملبين الدعوة مرادهم وارجو من المزن بكل ما قصدوا من الخير. اسألك اللهم جميعا لكم كما شمت علي من القرى والملك وزن ربي احفظهم جميعا يعني بالفتحة تعود على سكانهم جميعا وعلى حاضر الغيب بهم يا ارحم الراحمين. يا رب اكثر عليهم الخيرات واحصل عليهم البركات ومد بالمبرات والمسرات من المضرات والمعرات وارزقهم الاعمال الصالحات واحفظهم من جميع البلايا والرزيات. سيدنا صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب الجنة بكل ما قصر بكل ما رب يا ارحم الراحمين. صلك اللهم لكل من ترث امر المسلمين رب يعلو على مولته عليه واحقق عليه ما كلفته به يا ارحم الراحمين من رئيس المرؤوسين من كل ذي ولايه يا ارحم الراحمين من كل ذي تقليد مهمه المسلمين. صلك اللهم للذين هي يا رب عقل وهين الطعام وهمتهم وحوائجهم اجعل سعيها في ميزان الحسنات ومن المضرات والافات والبقات السلام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب يجب دعانا لكل حاضر ولكل قاصر ومجد يا ارحم الراحمين. احبابنا الاغواطيين يا رب بيت الحاج حد البشير وفي جميع الاغواطيين يا رب اعطنا الزياره ما قصدوا وما ارادوا. واجعل باب القبر في تواتر وردهم الى بلاد بما قصدوا من كل خير مع الثبات على الدين ومع نصر التيد والقبر وحصول المامول. يا رب ثبتنا وياه مع الهدى وازح به وبدعائه مع البلاد الردى. سيدنا محمد رب بيان الهدى الصالح سيد الصالح المريض يا رب شفيه يا رب حشفيه يا رب عافيه يا رب ردنا الصحة الكاملة والجودة التي كان على قبل أن أنتم ليه يا أرحم الراحمين. اللهم بعجل بالشفاء الكامل ولكل ذي مرض ولكل ذي يا أرحم الراحمين. يا رب اعجل لكم بشفاء من المرض واجعل يا رب ما أسقطهم به علو درجاتهم سهل سيئاتهم وافتح لهم باب الرحمات واجعل يا أرحم الراحمين اجعل هذا المرض يكون له في ميزان الحسنات. الله يا رب اجب دعانا بحق وحرمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.